ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل تتبيله الشيش طاووق بطريقه حلوه قوي. بصوا، دي بصلايه انا ضربها كويس او مع شويه ميه كده في قطعه البصل، بس حاطه معاها ميه عشان تبقى عامله زي العصير. ودي معلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر. اخر معلقه معايا اهي هحطها في الكيس. يبقى احنا البصلايه قطعناها في قطعات البصل لغايه ما بقت عامله زي العصير بالظبط. وده كده الصماق، حطيت كده نص معلقه صغيره من الصماق. حلو قوي، هتفرق معانا في طعم التتبيله، هيديها كده مزازه ولون حلو. وربع معلقه من الحبهان. بص، حطوا بهارات يعني حاجه بسيطه خالص. ربع معلقه من الزنجبيل. ما تكتروش خالص في البهارات عشان ايه ما يغيرش معانا لون الفراخ وطعمها. نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه صغيره من الملح. وهنحط معلقتين صلصه كده، او معلقه كبيره يعني قليله من الصلصه، ومعلقه من الخل، وربع كوبايه من الزيت. وهنقلب بقى الحاجات دي كويس. وهنحط طبعا الحليب المكون الاساسي اللي هيخلي معانا الفراخ طريه ولونها ابيض، ويخليها كده ايه جوسي كده وجميله. هنحط كده حوالي نص كوبايه من الحليب، ونقلب الحاجات دي كويس جدا مع بعضها. وطبعا هنحط الليمون، ما تنسوش ليمون، الليمون برضك مهم، هنحط عصير ليمونه. هننزل بالفراخ، انا بحطها كده القطعه بحالها كده، الورك اهو مخلي ومغسول كويس ومتصفي في المصفى. وطبعا بقى نقعته كده في الخل والملح شويه، وغسلته كويس وصفيته في المصفى. انا بحب استخدم القطع الواحده بوحدتها كده. عايزه تقطعيها قطع صغيره براحتك. هحطها بقى كده كله ارص واقلب كويس التتبيله كده مع بعضها. وادي عصير الليمونه، الليمون مهم جدا في التتبيله دي برضو. طبعا بقى اسيب التتبيله دي كده يعني لمده مش اقل من ساعتين او ليله كامله. هجيب بقى الصاج بتاعي، هدخلها على الفرن على طول. احط فيه كده الخلطه، اطلع قطعه قطعه كده واحطها في الصاج زي ما هي كده. وهدخلها في الفرن بقى تستوي وتاخد لون تحت الشوايه من ناحيتين، على نار عاليه طبعا عشان الميه اللي تنزلها تشربها على طول. كده خلاص الفراخ جهزت معايا. وعملت كده رز بسمتي بالبصل وكده. والفراخ جهزت معانا، شايفه واخده لون تحفه وشكلها حلو قوي. تتبيله سهله خالص وبسيطه. بالله عليك لو شاهدتي الفيديو معايا لغايه الاخر، ما تنسيش بقى تعملي اللايك للفيديو. وتعملي بقى اشتراك للقناه لو اول مره بتشوفيني، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واكتبي لي كومنت برايك. ولو ليك اي سؤال اكتبي لي برضه كومنت اساليني فيه وانا هرد عليكي باذن الله. يلا بقى جربوا تتبيله وقولوا لي رايكم فيها ايه. مع السلامه.